الأخ الذي صعد قبل قليل قال: أنا أنشر حمض اللاكتيك، ولكن المشكلة قالوا لي يحضرونني في مقاطع لا والو، انا الحمد لله اخي، هل. ما كاينش مقطع عندي تحضر باذن الله اخي. وما كاين عاد الدفاع اخي. ما شاء الله ما شاء الله. وسبحان الله العظيم اخي، المسائل ديال الاهل الحمد لله اخي ما شاء الله بعدا. وشي يعني أين دوالي وصلت يعني؟ ما شاء الله صافي، يعني في صحة جيدة باذن الله، ما بقاش شي حاجة مرة صافي. الله أكبر. يعني المشكلة التي عند الأهل عندك هي الالتهاب في الرأس. التهاب في الراس، وكان عندها سميتو الوسخ في الدم، ميكروب في الدم. نعم. وكان عندها دوالي، يعني خارجين دوالي في السيقان، دوالي نيت يعني تمحاو ما بقاوش. الله أكبر ما شاء الله. هذا الشيء ماشي الشيء تنشوفه فيه بعينينا، ما كاينش ديك قالوا ولا ما قالوا نعم. ولا. صراحة ولينا كندافعوا على الحمض اللاكتيك يا اخي كأننا نتصارعوا مع بنادم مباشرة. والحمد لله. ومن أراد الأجر، يعني الذي أراد الأجر الله سخر لك هذا الشيء. بعض الناس ودير عندهم قنوات. أنت عندك قنوات، ماذا ستفعل فيها؟ يعني تزرع فيها البطاطس، نعم. تزرع فيها والله. الطماطم. وبعضهم والله تجده يعمل شيء موسيقى، شيء تافه. إذا مات تصله المعاصي فقط. والله المعاصي من هذه الأشياء. الأمة ماذا تستفيد من هذا الشيء؟ تفاهة. أما إذا وضعت، يعني على الأقل تضع صور للقرآن، تنشر ربما. الله، هذا يعني كأنك عملت خير ورميته في البحر، قد يستفيد منه الناس، يعني يعني في الجزر. كذلك أنت حينما تعمل مشاركة أو تضع خير، نصيحة أو مقطع لعالم رباني أو كذا، ف يعني هذه من المواقع تنشر والناس تتناقل هذه. كل من استفاد الله لن يضيعك. قلت لك يا اخي الكريم، سبحان الله العظيم. رمضان الفايت يعني سبحان الله، الشهور ديال رمضان كلهم سبحان الله العظيم. عندي الاهل وواحد البنت كانوا غير كيفطروا وبحال ضربتهم بالكيماوي. تيفطروا صافي كيسخفوا. هاد نعم. رمضان هذا راه بحال ما كيصوموا، بحال ما كيفطروا عاديا، صافي كيكلاو كيما كلاوش، يبقاو نورمال. ما شاء الله ما شاء والله الله، اللهم العظيم بارك. سبحان الله يا اخي، داك الشيء والله لا عجيب ما شاء الله يا اخي. الحمد لله. والوزن الحمد لله بدا شويه كينقص الوزن، داك الشيء زعما، داك الشيء اللي كتقول الكلام يا اخي في البلاصه ديالو ما كاينش فيه شي حاجه مغيره ابدا. ودابا انا هو ملي في كنت نشر البداية ملي كنت في كنشر دوك البداية الفيديو، كنشر دوك الفيديوهات تيهضر معايا شي واحد في التعليق وتيقول لي: يا ودي هاد الوصفه راه ديال محمد، الشيخ محمد الهواري. كندير شي فيديو كنقول ليه: من قال لك انا صنعت هذه الوصفه؟ نعم. هو سبحان الله هو العظيم. يا أخي، والله نقول للمتابعين لا داعي لأن تقول لأي شخص. ربما قد يكون الشخص معالج. هنا نحن دائما نقول للمعالجين: حمد الله كثير هو للجميع، ليس للعشاب الهواري، فهو للجميع. يمكن لأي إنسان أن يعمل بحمد الله كثير إذا كان معالج. ويعني فقط عليه أن يعرف البروتوكول الذي يجب أن يتبع، والتعليمات والمعلومات الحقيقية، ويدخل يعني مكمل غذائي، ثم يركز دائما بأن حمض اللاكتيك هو ليس مضاد للجراثيم والجرثومة. إذا كان الشخص يعاني من جرثومة المعدة، لأن أغلب المرضى جرثومة المعدة هي تتواجد في 70% من الناس. كثير من الناس لا يعرفون هو عنده جرثومة المعدة هي سبب المشاكل. هذه الجرثومة تحتاج إلى مضاد، وهذا المضاد ليس أي مضاد. المضاد الذي مصنوع بتقنيات ويقضي على هذا الكائن المضرع الذي من الصعب القضاء عليه، لأنه يستطيع أن يعيش في وسط قاعدي. هو أصلا يفرز أنزيمات حارقة مذيبة للحم، ويعيش وسط هذه الأشياء القاعدية الحارقة التي يهضم بها الأكل. بالنسبة أخي الكريم، اللي هو طريقة الاستعمال ديالو يعني، إلا استعملوا الإنسان قبل الأكل يعني ماشي مشكل، غير يستعملوا وياكل يعني، ما كاينش واحد المدة كبيرة.
هو إذا كان أراد زيادة الوزن. أما إذا عنده نقص الوزن، أراد نقص الوزن، الأفضل يشرب على معدة فارغة ولا يأكل عليه إلا بعد ساعتين، ساعة ونصف، لتنظيف الجسم. لكن من أراد زيادة الوزن وعنده فقر الدم، يأكل طعام يكون خفيف ويشرب عليه حمض اللاكتيك، يبلل فقط لا يكثر من حمض. من أراد زيادة الوزن لا يكثر. الذين يشربون لتر في اليوم ولترين وثلاث لترات، كل هذه الكميات هي تنقص الوزن ولا تزيده. لكن إذا بللنا الطعام فقط واستمرينا باستمرار في كل وجبة متكاملة مفيدة وشربنا الماء، لا ننسى شرب الماء، هنا النتائج بإذن الله تعالى تكون في المستوى زيادة الوزن. وبالنسبة للحامل نعم. استعمل حمض لاكتيك. إذا كان إذا كانت تشرب حمض اللاكتيك قبل الحمل تشرب. وإذا يعني أرادت شرب حمض اللاكتيك يعني بعد الحمل ولم تشربه من قبل، فهذا محظور. لماذا؟ لأن أحيانا قد تكون هناك أعراض، مثل الزوجة عندك حصلت مع أعراض في البداية. اكيد، لان في الاول سبحان الله العظيم في المرض ديالها هي كان زير لها واحد العرق في الجنب قلت لك ديال الاذن. ومن بعد ما استعملت وكانت صح خف عليها الحال شويه بالدواء، ولكن من بعد ما استعملت الحمض اللاكتيك رجع لها نفس داك الاعراض في البلاصه بالضبط، وزير لها داك نعم. العرق وجا حتى لحدا النيف، وهي تفرق على شي حاجه حدا النيف ودازت بالدم. صافي من تماك نعم. سبحان الله، من تما سبحان الله العظيم صافي عافاها الله. الحمد لله، هذا فضل من الله عز وجل. فنخشى أن تقع أعراض عند شرب حمض اللاكتيك، وواحد لهذا. واحد الشهاده اخرى، واحد الشهاده الله يجزيك بخير اخرى، اسمح لي قطعتك. كانت سبحان الله نعم. العظيم لما تركض في الطريق، تمشي في الطريق، ترى الطريق كلها محفره، تتبان لها الطريق محفره، تتبان ولا على الحفاري، بحال هكا تحط رجلها، بحال هكا تحط رجلها في شي قبر شي حاجه بحال. دابا ولا الطريق نعم. عندها عادي. الحمد لله. وكانت متعبة، كان الجسد عندها متعب، وأن كانت تعاني من مشكلة في الرأس، ايوه والجسم كان مشبع بالسموم، وقيل لها أن عندها ميكروب، يعني عندها سموم في الدم. هذا ما كان عندها، ولسنوات تقريبا وهي تعاني. لكن اشتد عليها الحال في هذه الأواخر، فبعدما أن شربت حمض اللاكتيك واتبعت البروتوكول ووجدتك حتى أنت متابع، وكنت تدقق، تشعطت معنا أكثر من مرة، وكنت في تتابع لحظة بلحظة، يعني في تقريبا كل يوم في البداية وقع لها كذا، وقع كذا، نقول لك الأعراض ستمر، هذه صح الأعراض ستمر. صح صح. وربما أنت في البداية ربما خوفت أناس، يعني بسبب هناك أناس يقولون انظروا هذا الشخص زوجته شربت حمض اللاكتيك وأعاد لها المشكل وأحدث لها صداع في الرأس، وربما حتى أنا سأشرب حمض اللاكتيك ويقع. ولكن أنت قلت الآن كل الكلام التي كنت أقوله لك خرج صحيحا 100%. صحيحا 100%، ما كاينش حاجه مغيره ابدا. نعم، الحمد لله، هذا وسبحان الله فضل من الله. العظيم، سبحان الله العظيم اللي كانت سبحان الله العظيم فيها هاد الاعراض، كانت سبحان الله العظيم ما كتقبلش الكلام، بحال سبحان الله كتضيق من الهضره ما. ودابا صبحت نشيطه سبحان الله العظيم، ولو كاع نهضر انا بحال ما كاينش داك الشيء كاع عادي ما. يعني سرعة الانفعال وسرعة الضغط ودخلت في الاكتئاب. وأنت حتى الفكرة التي أعطيت التعرق هي اتبعت التعليمات، وأنت كذلك اجتهدت وابتكرت الطريقة التعرق التي ذكرت يعني من قبل. فالتعرق يساعد على طرد السموم والأملاح بسرعة، لهذا يكون التعافي سريع. وفعلا داك التعرق اللي كان دار تحت الماند راه ما من هنا ديريكت. يعني هذه فائدة لكل من عنده جسم فيه ميكروب، يعني الدم، الأخت هذه عندها جسم مشبع بالسموم، وحتى ضرب لها الرأس، أصبحت المشكلة يعني عندها مشكل في الرأس. ننصحهم بشرب الماء حمض اللاكتيك، ومع التعرق إذا كان لا يستطيع المريض أن يتعرق، ماذا يفعل؟ يأخذ غطاء بلاستيك، يعني يغطي نفسه بثوب خفيف، ثم غطاء بلاستيكي رقيق، ثم من بعض فوقه يعني أفرشة أخرى، وإن شاء الله بإذن الله تعالى سيبدأ في شرب الماء والتعرق حتى يخرج ويدير الأملاح والسموم بسرعة. ويدير مع قراعي سخانات، يدير مع قراعي سخانات باش يسخنوا له الماند.
صحيح.